السلام عليكم الخوت، كيف راكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير في احسن الاحوال. كما شفتوا في العنوان، فاليوم غتكون قصه رعب. بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، لايك، ابوني الحمراء تولي بيضة، بارطاج مع الناس اللي كتعرف واللي بغيتيهم يسمعوا ويستمتعوا بالقصه. ولا كانت هذه اول مره كتسمع هذا الصوت، فمرحبا بك خويا اختي في عائلتنا، عائلة اكس مجهول. يلا دير السماعه وعيش مع القصه ونبداو. فين العشرين؟ قدم لكم راسي، انا عثمان، دري مغربي، عندي 18 عام، ولد مدينة برشيد. مهم زاديت وسط حي شعبي من احياء المدينة الصغيرة، وبين سكانها الكرامة، ووسط عائلة محافظة. الوليد العربي كان عسكري، الصرامة معلم، انضباط كون كان بنادم، عسكري حقيقي في طبعه وتعامله. وكانت الوالدة ماما رقية، انا كنبغي ندلعها، كنقول لها لا لا رقية، هي الضو والشميعة ديال الدار. مرا مغربية قحة وديال الزمان، ما قارياش ولكن مكافحة وصبارة، ومقاتلة مع الوليد على الزمان. الوليد اللي كان في طبعه صعيب وعصابي، كيدوي بكلمة ولا جوج بصيغة الأمر، دير، فعل، ترك، وكلمته هي المسموعة في الدار، وهو اللي كيسير وكيصرف علينا، وديما التغوبيشة والموسطاج. في المقابل كانت الوالدة حنينة، الوجه المبشور والضحكة الدايمة. تزاديت وسط هاد الجوج، وكنت انا الولد الاول. ماما من جهة كانت مدلعاني ومخنتاني، اما الوليد فكان مزير معايا الصمتة وجامع معايا الضحك من الاخر، باش نكون راجل كيما كيقول، ونخلفو في العسكر والقشلة. في الدرب كنا حنا دار العسكري معروفين وبهيبتنا. انا ومن صغري كنت فضولي وكنبغي نعرف كل شيء، خصوصا العالم الجنون، كيفاش دايرين وعلاش ما كيبانوش لينا، وكيفاش تا هما كيعيشوا هو الساكنين معانا. في الدريبه كنا كنتعاودوا انا ولاد الدرب، خصوصا في الليل، قصص ديال الرعب وشي كيخلع شي. كانت قمه الفرح ديالنا فاش كنسمعوا شي واحد كيعاود باللي شاف جنون، سواء في الدرب ولا العائله. وديما فيما كنسمعوا في الدرب على شي دار مسكونه، كنقصدوها انا وصحابي، وما نتهناو تنرجموها بالحجر لعل وعسى يخرج لينا شي جنين. والو، دربنا كانت معشة فيه من بكري الخرافة والجهل، هادي سنين. في داك الدرب نيت فين كاينين المجامر والشوافات، ريحة البخور والفاسوخ وصحابات الكارطة، واللي كيطرد اللدون، والهضر على العكس والتابعة، تحية المشاش مقتولين، والفكارن مع الضبوعة، والدياب عند الشاب. وفي دربنا نيت كيتعبر التوكال وكيتكتبوا الحروزة معلم. داك الشي علاش كان مانع الوالد على ماما تقطعت باش الدار وغير الحمام باش تخرج، باش ما تجمع، ما تخالط نسا، وما تعمر راسها بالخريف مع دوك حطب جهنم كما كيسميهم الوالد. في المقابل كان مدوزني انا من عين البرا، انا اللي نتسخر وانا راجل الدار في غيابه. الوليد اللي كان دمه حامي، كلمة جوج كيعطيك قتلة كلباوية، تعطل في الصخرة تسلخ، ضارب ولا تجيب تبرية تسلخ، ما تجيبش المعدل تسلخ قدام التلاميذ والأستاذ. حيت الوليد كان مآمن باللي العصا والخوف هما اللي كيربيو، وداك الحوار والعقوبة غير تخربيق. مهم دوز عليا الوليد في صغري الرعب، وكان مكملها ومجملها فاش كيوصل الحجام بعمر يدير لي حسانة وحدة اللي هي التقريعة البولا زيرو، باش يكبر فيا قال لك حب العسكر. ما عرفش باللي بعد الفعيل غير كيزيد يحقدني بداك التعامل بديك التقريعة اللي عقدتني في صغري. وهكاك وديما سالخني الوليد في الدرب على اللي درت وعلى اللي ما درت، ومفرج فيا الحضايا وبرقاقات الدرب. والوالدة مسكينة كتواسيني وكتحن عليا من جهتها. وغير باش تعرفوا الخوت، فكانت من عادتي ومن صغري ولو ما عرفت شنو دير ليا ضربني
ولا تكويني بالزلاق، ولا نتحمل في المدرسة كاع ما كنبكيش قدامك، ولا نطيح دمعة تا كنتخزن عاد كنبكي ونخوي قلبي. وهذيك هي عادتي. واحد النهار كان الحد، مشيت عند الحجام نحسن، وقال لي الطانطو ديال الراس ديالي ندير حسان الطيزن بحال صحابي. وش غيوقع كاع؟ ايوا يا سيادي، حدو الوالد شافني من راس الدريبه خارج من عند الحجام بداك العجب في راسي، وهو يبعث عليا بحال تقول شي واحد وصلها لي مكمده وسخونه. باش جمعني بكابال، جيت على ودني. المهم البرقاقات لقاو باش يتعاودوا يتفرجوا ديك الليله. كمل عليا الوالد سلخه بالكابلي في الدار حتى زرقني، ورجعت مقرع عند الحجام وانا دموعي حابسهم غير بالزز. وداز نهار كحل، حديت دخلت مورا العومه في الحمام، تخزنت في بيت الوالده وعطيتها للبكا. بكيت وبكيت، كنبكي وكنتنخصص، وحدي هزيت عينيا وهي تجي في المرايه ديال بيت ماما، وانا نشوف راسي لا 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 لا، وجه كيشبه ليا طبق الاصل، لكن هو خايب وحجبانو ملاصقين وعينيه كيبريو وفيهم الشر. انا غير شفتو وانا نعطيها للغوات، ماما ماما، ولكن والو، صوتي ما كيخرج. وملي بغيت نتحرك بحال تفيكسيت، بقيت قادر لا نهرب ولا نغوت ونزيد نغوت، والو، صوتي ما مسموعش. سال سالا جادي وعيت، وهذه اخر حاجه عقلت عليها. فقت على صوت الوالده كتغسل ليا وجهي وكتفيقني وفي يدها البصله، والوالد كيقرا عليا الماويدتين. نط كل مدكدك وعدهم يطيحين عليا وفي بحال التبوريشه والتقفقيفه. تعشيت داك النهار وبكثرة العيا، طحت دودة ونعاس. وفي نص الليل جاني العطش، نط نشرب، فسمعت الوالدة كتقول للوالد: واقيلا الدري العربي مسكون، ما شفتيش قبيله كيفاش سخفان وكيتركل وعيني مقلوبين وكشاكشو سايلين؟ لا 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 لا، هذا ماشي عادي. واش بغيتي تيتشير لينا الدري ولا يعوجوه؟ ونزيدك العربي، الدري من صغرو زهري، كان ملي يجي ينعس حدايا في الليل كيقول لي بلي بوعو في بيتو وكيشوف فيه. واقيلا خصني ندي الحاجه ملكه تسبب ليه. كيقولوا العيالات بلي كتفهم في الجنون وكتحيد الجعره من الصبيان، ولا نزورو حسن؟ جاوبها الوالد: اش من حاجه هادي اللي كتعمل مع الجنون؟ واش من سبوب؟ سمع والديك فتي عتبت الباب قطع لك العصب ديال رجليك. الدري غير عيان وخصو يرتاح. غدا تلقايه بحال العود كينقز في الدرب يدك ويدردك، انتي غير تابع ليه الخريف ولا قيد الراشين مزومقه الاخرى. رجعت لبلاصتي على راس صبعاني بلا ما ندير الحس، وبقيت مشخوش وما جانيش الناس ديك الليله. من جهه خايف يتعاود البلان، ومن جهه كنفكر في هضره الوالدين اللي ما فهمت فيها والو. واش بصح انا نيت مسكون زعما يكون فيا جن، ولاش غير انا زعما هو اللي بان ليا قبيله؟ واقيلا غير كيتخيل ليا وخفت. ناس عتمان بارك متهدريز. حتى حسيت بالتقرقيب، خطوات جايين من بيت الوالدين وانا نتغم في المانطا، وقطعت النفس ودرت راسي ناس. هذه غير الوالده جات طلعيا مسكينه وطمأنا على حالي ومشات وخلات المصحف حدا راسي، وانا بلعيا ترخيت وناست. دازت على الواقعة عوام، كنت نسيت البلان. وداك العام كان عندي الباك، وفي ديك الوقيته نيت كان الوالد كبار وش التقاعد وقل جهدو كما كنقولوا، ولاني ولا نكار وديما فار عليا راسي باش نتسجل في العسكر باش نتبعو في طريقه، ولاني طاح مع صاحب دعوته راسي قصح من راسو. ما كنغيرش الرأي ديالي، ولكن الوليد بقى لاصقني وزياد قجر عليا شو ولا كيدوز
إشهار تجنيد إجباري. دعيتكم الله سبحانه وتعالى. وليت كنفطر وكنتغدى بنفس الكاسيطة. ودحش تحيد عليا داك المشقوف وشوف سيادك الرجال السبوعة الشلاغمية حماة الوطن الشماتة بحالك بحال امك ما فيكم روح الوطنية. عيد عليا كحل العفطة وجه الفقر. والله لا طفرتي بدوك الكنانش اش داروا صحاب الليسونس والماستر قدام البرلمان راكي ياكلوا الهراوة. اسمع لباك وصغر راسك وانت مقصح راسك ودخل العسكر وخليني نتهنى عليك وضمن مستقبلك وتشرفني. اش بان ليك؟ اش تكسكتي ما بغيتيش؟ وسي الله يتبع بوك البلا على المسخوط ابارد الكتاف. وانا كنتبسم وشكون باه. اش كترد معايا الهضره ولا قلت القب قد سطل؟ اجي نرطب لوالديك ظهرك. المهم على ديك الغنية دز العام وانا لأول مرة وغير تحدي مني للوالد والحقرته درت راسي في القراية وخا كنسطل مشقوب بحال هزيتي دريد السادس وحطيتيه في الباك. ولكن درت الباك في عينيا وتقاتلت ووليت كنتبع مع الاساتذه ودرت السوايع من فلوسي اللي كنت جامع من البريكولات في الصيف. حجبت وراجعت وسهرت ودرنا شي بركه ديال الزبيب ودعاوي الوالدين ونقلت باش ما نكذبوش عليكم. وداز الوطني وجا نهار التعلاق غادي وكنقول غير سير عثمان مرضي الوالدين ما يكون غير الخير. لما جاتش حلاوة الباك عامين كنشوف في الطابلو والقلب كيضرب 190. والحمد لله سميتي في الطابلو معلم. ما كداتني فرحة في ديك اللحظة دموع خرجوا عنك اللي عرفت واللي ما عرفت. الله لا يحرم شي مسلم من هاد الفرحة. مشهود عوام ولا نقول عام ما ضاعش فابور. الدار فرحوا معايا ما عدا الوالد اللي غير ما زاد حقد عليا وما تسرطاتش لي قطع كلامي وقطع عليا حتى المصروف. حقه الواد وليت راجل وخصني نهز راسي براسي. وداك التعامل ديالو غير زاد حقدني في الوالد بالبيان. ولكن قلت مانيش مسخوط نتعادى مع با ودرت عين ميكا وقلت راجل كبير وما نديوش عليه. المهم داز السيمانه ديال الخوخ والضحك والنشاط وحلاوة الباك مشات والفرحة ولات قرحة. وحسيت بالوحلة. خوكم جاب الباك واقف على رجليه ب10 بيلة ها ولا ها كنت غنسقط. وحالت وحلة ديال الكلاب. اصلا هدفي كان غير الباك وما عرفش شنو ندير ورا هاد الفيلم. وبهاد النقطة قدامي وحدة من الجوج هي لا فقد سطات ومن لا يعرفها الحفرة المقبرة ولا التكوين في كازا. ما نكذبش عليكم الدنيا دارت بيا في ديك اللحظة ورجليا ما بقاوش هازيني. ما غيحس بيا غير اللي طراليه بحالي وحس بالقلب. وخا كنت كسول كنت معول نجيب شي مدرسة المهندسين ولا على الأقل غير كلية العلوم والتقنيات. كنت كنحلم ودابا فقت من الحلمة. ما كتابش داز الصيف كحل وسمايا ما شرقات فيها شمس. النهار كامل ساد عليا في البيت بحال الحاجبة. غير الحقدة والفقيس في النهار ناعس وفي الليل السهير والتخمام في مستقبلي فضرة الوالد. الله يعفو علينا من هاد البلاد الخوت. وليت غير ساي والشهية تسدات ليا وكنحاول نسي بالسيريات والانيم ننسى شوية. المهم داك الصيف بالحقدة ما خدمتش كيف عادتي غير ساد عليا والتليفون مود افيون وقالب على 20. كنقول عثمان شاد الحالة هادي وشاد العيشة ديال الكلاب. هكا بغيتي يشوفوك خوتك الصغار تفو على النفس اللي كانت هكا وهكا كتجازي المهمة العزيزة
اللي كتدوب نهار على نهار بحال شي شميعة. دغيا تهرستي وغتخلي باك يتشفى فيك، وانت غتدفن احلامك هنا اخرتها عسكر والقشله والكلاطه تنادي يا حبيبي. شفت حتى عييت كيفاش في مده قصيره تحولت من متمدرس لا على الدار، غير كنستهلك. وفي الاخر ديال الصيف وفي اواخر شهر 8 بداية شهر 9 لحت عليا العجز والمانطة، وقررت نتلاقى مع العشرين اللي هادي مدة ما شفتهم. برا كان الحر معلم والطنطينة والملال فهاد برشيد، لا بحورة ولا سياحة ولا نمي، غير كنقتلو الوقت في راس الدرب بالترباع والضحك وحديني نحديك. مهم واحد النهار جمعنا مصيرفة معلم وتعاملات الوالدة، وتحركت مع العشرين البيسين. ولد نتك ولاد برشيد غير عرفوه مزيان، جا في خرجة برشيد غير الارض الحراتية معلم، الخلا والقفار. كنا مديبلاسين وزاهين في كرويلة تقربق ومع جويديك 12 والطنطينة معلم، حيت هادي هي ارخص مكين والقضية محزوقة. موصلنا حتى لوينة معلم، دازت العشية في بيسين زاهية مع العشرين، ضحكوا النشاط وختمناها بواحد الجليسة وهضرة جبد هضرة. واحد عشيري ولا نقول خويا اسمه ايمن اقترح عليا واحد البلان ناضي، مادام غير جالس علاش ما نتحركش في شي خدمة البريكول، وما كاين محسن من خدمة الترويض، منها دير مصيريف بيما ومنها الاجر مع العباد. وقال لي باللي اختو خدامة في احد مراكز ديال الترويض في كازا، ويقدر يدوي ليا معاها بحكم حنا عائلة وحدة، خوتو خوتي ودارهم دارنا. قلت ليه نفكر ونرد عليك. وشفت حتى عييت وقررت نخوي، اللي سمعني نخوي يقول غير قطع البحور، وانا غير قاصد كويزه الكحله. اصلا دبر شيت ما عطاتني تزفته، ونيت بغيت نستقل براسي ونبين لراسي والدار وخصوصا الوليد باللي والد الرجال. جا نهار الفراق، تودات مع الدار الوالده وخوتي الصغار. الوليد كيشوف فيا بنص عين باغي يودعني ولاني ما راضيش. الوالده مسكينه توصي وتعاود ودموعها ويدان كتكب. فراق صعيب، الله يسمح لينا من الوالدين. خليت ورايا حياتي والمدينه اللي حليت فيها عينيا وناسي، وشديت الكار جبت عليها بواحد النعيسه بحكم الملال حتى الكازا. هبطت في مدينه جديده عليا كنت غير كنسمع بها، وضرب فيا الغربي بشاخ معلم شحال ديال الزحام فهاد كازا هادي. وصلت وفراس مالي الشانطه وكرا شهر وتليفون، خوكم وصل ميت بالجوع. بلا ما نتلافت قصت محلابه قريبه لمحطه ولاد زيان، وكليت عاد خرجت نقلب على الكرا، ندور ونسول ونتهاوى ونتشطر، ولكن والعافيه معلم. كنت سمع الدار 1500 درهم حتى 2000 درهم، اخوكم يلا جايب معاه غير 500 درهم. اي معلم. شفت حتى عييت بقيت الحال ظلم، وانا مركب في واحد القهوه كتبقى حاله، وتما بيت ناس وحاضي مع حوايجي. الغد وصيت السمسار يقلب ليا، ولاني اللي ما عنده زهر ما عنده زهر. درت حتى عييت والمغرب غربات، خوكم مازال كخيط في الدروب والزناقي. كنقلب على دار ديال الكرا، عييت وسال جهدي وبديت كنيس معلم. هاد الفلوس اللي عندي ما تكري ليا تا فغار، بقى غير دار. الدار اللي نقصدها غير كيسمعوك زوفري ما كيبغيوش يكريو ليك، حقا كنكريو غير المزوجين، حقا كنكريو غير البنات، حقا والواد زوافريه ما كيخلصوش وفيهم غير المشاكل والصداع. بالرب حتى الحق في هاد البلاد النم. وصلات العشاء الله أكبر الله أكبر.
وبيت في نفس القهوة كي العادة، ناعس وفايق والبرد معلم. الأول مرة كنحس بنعمة الدار، نعمة الأمان. من نهار جيت لكازا وانا غير كنخسر هالماكلة، هالسمسار، هالمركوب، هالفلوس طاحوا ليا. خاصني نجمع يدي شوية، ولا غنولي نطلب فلوس خبيزة في الطوبيس. الغد قلت نشارجي التليفون، نعيط لعشيري ايمن فكاك الوحيد. درت الروشارج رابيد كونيكسيون، غير شعل ديك الكونيكسيون والميساجات محبسوش. شفت ميساجات الوالدة وصفت ليها فوكال باللي انا بخير وخدام وكريت مع واحد الدراري. الله يسمح لي كنكذب عليها مسكينه، ولكني ما بغيتهاش تشوش عليا. اش بغيتي نقول لها؟ ولدك قريبه يولي يسعى وكينعس غير في قهوه ولا في المحطه منو البرد. المهم دويت مع ايمن ونعات لي مركز الترويض اللي كتخدم فيه اختو. المشكل جا في بيران زران وجرجيره معلم. سولت ونعتوا لي الناس الطوبيس اللي كيدي تما. وصلت معلم بشقل. العمارة فيها 5 ديال ليزيطاج وعامرة غير بدوك الطبة، هذا ديال العظام وهذا ديال النساء والتوليد وهذا طبيب ديال الأسنان وانت غادي. المهم سولت العساس العمارة قال لي بلي مركز الترويض طاج رابع. خوكم خلى السنسور يولي مكوانسي بيا معلم، حيت ما كنعرفش ليه بالرجولة والصراحة راحة. وطلعت في الدروج على قلبي. وصلت عرقان وبلاد هذه اللي فيها مركز الترويض في الطاج الرابع. دخلت لقيت واحد البنت في الاستقبال، قلت ليها باللي كنسول على حسنة المجاري. كلماتها ليا ودويت معها واستقبلاتني بالخير، وحتى قدماتني للمديرة مولاتشي عزيزة معلم، على أساس غندير عندهم ستاج. ولا عجباتهم خدمتي غير رسموني بشوية ديال السنطيحة وحلاوة اللسان والصواب في الهضرة. قبلات تخدمني عزيزة بشرط يكون راسي صغير وما فياش المشاكل، ونرضى بالقليل حيت ما عنديش ديبلوم في هذا المجال. وافقت على الشروط بلا ما نتردد. وزادت حسن مسكينة ضمناتني العزيزة، وهانا دابا دبرت في خدمة وبالرجولة. ما كرهتش هاد حسن هادي نبوس ليها الراس ديالها على هاد الرجولة اللي دارت معايا. وسير ايمن لهلا يحرق فيك شي عظم. وشكرا حسنة من القلب على التعامل اللي درتي معايا، عمري نسالك. مهم خرجت من مركز الترويض وما قاداني فرحة، قال لي غير نطير معلم، خصوصا بعد ما داروا معايا نبدا من غدا. واخيرا الحياة بدات كتبتسم ليا، والزهر وبدا كيكون معايا. هذا مسمار وطرقناه، بقات غير حلية السكنة والكرا. وكيف العادة طبت بالتقلاب ووالو حتى ظلام الحال. ورجعت للكوان ديالي في ديك القهوة المعلومة. بغيت غير الناس والو، حلف الناس اللي يجيني في ديك الليلة. وكان البرد السنان كيتقرقبوا بداك البرد المسموم اللي كيدخل مع العظام. المهم تغطيت بواحد الكبوط ديال الصوف وشديت التليفون كنتفرج في اليوتيوب بدوك الميغات ديال الكونيكسيون اللي بقاو عندي بما طاب نعاسي. عييت وطحت كاو معلم مع حتى 12 ديال الصباح. فيقاتني غير الشمس وهضرة الناس. فقت خاسر وعيني ممشين وظهري يا ظهري قسوم عليا وضلوعي طايحين عليا وزيدها بالرواح بالسيف. وانا 3 ايام كناس فوق الكرسي في هاد البرد ديال الليالي بلا فطور. شديت باليستي ودرديكه وحده وحلف اليوم ما يطيح عليا الظلام حتى نكون كريت وفي مكان. المهم ما رجعش لذاك الكوان، وكيف العاده ما كاين جديد. خوكم مكتوبه ليا في جبهتي ومنحوس وسطر عليها بجوج سطوره.
تغديت في واحد المحلابة بلا قسم الله. في العشية قلت نسرح رجليا شوية في نواحي المدينة القديمة، وبالصدفة تلاقيت بواحد الدار كتبان قديمة في راس واحد الدرب مكتوبة فيها ليل كراء، ومحطوطة بلاكة فيها النمرة. فبلا ما نتردد عيطت، ومن زهري في المكالمة الخامسة جاوبني مول الدار، ودرنا في القهوة المعلومة. ريحنا وعاودت للسيد قصتي من طقطق حتى السلام عليكم. فصدمني ود الخير بالثمن اللي كان غير 300 درهم، وناخد سويرتات سوارت الدار. تما طاح لي العجب في راسي، وقلت في خاطري ونيتي واقيلا غير بقيت فيه. المهم مول الدار عطاني السوارت وشرح لي بلي الدار غاملة شوية وخاصها النظافة بحكم شحال هادي ما تكرات، وباللي غير مزيرو شي كريدي اما كاع ما يكريها بالثمن. وزاد وصاني ناخد راحتي في الدار، ولكن الناس بكري واكد لي على هاد القضيه وعاودها جوج مرات. وفلوس الشهر نخليهم لي عند واحد السمسار راس كل شهر. انا ديك الساعه الراس مرفوع معلم، الجسد اللي كاين والعقل طاير. كنت غير امتى غندخل هاد الدار وتنبعد من الناس في القهوه. خديت السوارت وغادي قاصد الدار، كنلعب السوارت ويد شاده التليفون كتقرا الميساجات الواتساب. غادي حتى على غفله واحد اللي تحطات لي على كتفي، الدم برد لي في الركابي، شعر راسي وقف، وقلت شفار هذا ما فيهاش تخرشيش. وليد كتورك لي على كتفي، ضرت بشويه وتقفقيفه فيا من راسي حتى الرجليه. خوكم خواف ومرعود غير من خيالي، كنقول خود اخويا التليفون غير ما تضربنيش، الله يرحم لك الوالدين، اخوك غمل يحفظ الارض هادي. لكن الصدمه والمفاجاه فاش لقيت راجل كبير في السن، عنده لحيه ولابس واحد جلابه ولا عليه القب، والقب طايح ليه على وجهه، وكيقول بواحد الصوت اللي بحال البرق: خطي عليك الخربة وما تخطاش العتبة، هرب بلا ما تلافت بالزربة، راهم كفار لا شفقة لا رحمة. وعلى هاد الكلام الضحكه خرجت لي في وجهه، وقلت كره هذا شي هبيل ولا شي مجدوب وكيهدرز بالقوافي. فتو وزدت تقريبا نقول لكم شي 8 ولا 10 الخطاوي وانا نحس بالرعده، وسرات معايا هضرت الشيباني والتبوليشه طلعت معايا. مناش غنهرب؟ وشكون هاد الكفار؟ درت نقلب على الشيباني في الدرب، والو، تقول ارض بلعاتو. قلت كره غير خرج من الدرب. وصلت لعتبة الدار ودورت السوارت. ودخلت الخربة، ومن هنا غتبدا قصتي. تسناو الخوت الجزء الثاني ان شاء الله. كنوعدكم غيكون ناضي. ديروا لايك الا مازال ما درتوهاش، واشتراك، وفعلوا لي داك الجرس باش يوصلكم جديد القناة وفي ميكتو. والماكس ديال البارطاج راه فابور. نخليكم الخوت وشعارنا الدائم: والقادم احلى ان شاء الله.